هذه ماشي بزاف. نوضوا قربيله على الإرث اللي جاء في الإسلام في القرآن الكريم بنص قطعي، قطعي الثبوت قطعي الدلالة، بمعنى يقينا القرآن الكريم ويقينا المعنى ديالو واضح، واللي فيه الله سبحانه وتعالى قسم الميراث بين المسلمين، أعطى للرجل ضعف حق المرأة، ما فيها لا إله ولا حتى هذه مشاو تيهاجموها، ودابا راه ما طلقوش، راه باقيين خدامين من خلال راه كاينه واحد المسرحيه عاد شفتها ديال العم ديالهم خرجوهم الى اخره، فهمتي ولا لا؟ باقي هذاك الشيء خدام. النتيجه ديال هذا الشيء شنو هي غتكون؟ واش غير غنجيو واحد الحكم ديال الله سبحانه وتعالى ونحيدوه وغيكون هذا الشيء بلا نتيجه؟ شي مرات كنشوف بعض الدول وبعض الشعوب وقعت لها مصائب، وهذيك الدول وهذيك الشعوب تجرأت على احكام الله في وقت من الاوقات، وكانت النتيجه ديالها سيئه. بلا ما نذكر لكم تجارب، على كل حال شوفوا التجارب ديال الدول العربيه مع الاسف الشديد، لا تونس لا العراق لا سوريا لا الى اخره. شوفوا هذا الشيء هذا كله، ملي كتشوف هذا الشيء هذا جايين العلاقات بين الرجل والمراه خدامين كينفخوا في ذاك الشيء. النتيجه ديال هذا الشيء الاولاد ما تلاوش بغاو يتزوجوا، البنات كيتسناو ما لقاوش. النتيجه ديال هذا الشيء حتى اللي تزوجوا ما تيبقاوش مستقرين، تيشيع الطلاق. النتيجه ديال هذا الشيء حتى اللي تزوجوا ما تطلقوش، ما تلاوش بغاو يولدوا، واللي ولد كيولد واحد ولا جوج. كنا كنولدوا 7 في كل اسره في المعدل في الثمانينات، دابا 1.9، بمعنى 10 الاسر اللي كانوا كيولدوا في المعدل 70 دابا كيولدوا 19. قولوا لي غير شكون اللي غادي يخلص عليكم التقاعد ديالكم في المستقبل؟ وشكون اللي غيدافع على بلادكم؟ وشكون؟ ما تنساش تدير لايك وتخلي رأيك كيهمنا بزاف.